السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الوصفة دي، وصفة جميلة جدا وكمان بتوفر في الوقت وفي المواعين، يعني من غير كركبة مواعين. دي بقى اكلة الحلة الواحدة. هنعمل كبسة باللحمة. يلا تابعوا الطريقة معايا. اول حاجة هنا انا معايا حلة فيها معلقتين كبار سمنة بلدي. لو ما عندكيش عادي ممكن تحطي بقى يعني زيت نباتي او تحطي السمنه العاديه، بس يفضل السمنه البلدي طبعا او الزبده. نزلت بقى فيها اللحمه هشوحها، وببدا بقى اقلب اللحمه من هنا لهنا كده لغايه ما تصفي الميه بتاعتها. في المرحله دي ضفت ورقتين لوري وكم فص حبهان، وكمان الليمون المجفف او اللي هو اللومي واحدتين او 3 كده. ومعايا هنا قرنفل اللي هو المسمار، بيبقى جميل جدا وبيدي الحاجة طعم وريحة حلوة قوي. ببدأ برضو كده مستمرة ان انا اقلب اللحمة من هنا لهنا كده. بفضل اقلبها لغاية ما تتشوح وتاخد لون، وكمان تنشف تنزل بقى السائل بتاعها كله. وهنا طبعا ضفت بصلاية كبيرة. معلش طبعا الفيديو اللي انا بحط فيه البصل ما جاش مسح. هنا بصلاية كبيرة كده مقطعاها قطع صغيرة. طبعا انا هنا هعمل الكبسة بالطريقة دي. هكرمل البصل وهبقى واخدة بالي منه. هنا بقى ضفت معلقة من السكر عشان كرملة البصل، وكمان هي هتدي ريحة، هتدي طعم جميل جدا، اسفة. وكمان هتساعد في تسوية اللحمة. كمان بقى هنا معايا التوابل بتاعتي: نص معلقة قرفة، نص معلقة كركم، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، وكمان نص معلقة زعفران. طبعا لو ما عندكيش زعفران ممكن تستغني عنه وتكتفي بالقرفة. طبعا انا حاطه الزعفران مع القرفة عشان يعزز اللون، يديني بقى اللون الاصفر الزاهي ده. وببدأ برضو اقلب من هنا لهنا كده متابعاها. ده كله طبعا بصوا يا جماعه اهي خدت اللون، اللحمه خدت اللون الذهبي ده او اللون الاصفر الزاهي. وكمان البصل معايا بدأ يتكرمل زي ما حضراتكم شايفين كده. ده كله طبعا لسه ما ضفتش ميه. يفضل طبعا اللحمه بتاع الكبسه تبقى يعني مش كلها حمرا، يعني من ده على ده كده. يعني بنحط برضو قطع حمرا، وفي برضو سمين هتدي برضو للشوربه طعم كده. هنا بقى بعد ما شوحت اللحمه ومع التوابل والحاجات اللي ضفتها، انا مجهزه ميه بتغلي، نزلتها على اللحمه، يعني مغطياها شويه كده، وهقلبها تقلبتين كده واسيبها بقى على نار عاليه لغايه ما بدات تغلي معايا كده. والشوربه لقيتها قصرت كده شويه. بعد كده طبعا الشوربه معايا لقيتها قليله، لان انا يعني كميه اللحمه معايا يعني ما شاء الله كتيره شويه. بسيبها بقى تغلي كده، وبعد كده بهدي عليها النار. وهنا خلاص طبعا انا يعني ضفت لها ميه تاني. ضفت لها بقى الملح، اخر حاجه ضفت الملح لما اللحمه بتاعتي بدات يعني تستوي كده. معايا اللحمه اهي يا جماعه ما شاء الله كده استوت معايا سوا كامل. لازم اسويها سوا كامل عشان تبقى دايبه كده، لان الرز ما بياخدش وقت في الشوربه. طبعا لقيت معايا الشوربه كتيره على الرز اللي عندي، لان هو الرز يعني الرز طبعا ده كيلو الا ربع. نقعاه حوالي ربع ساعه، غسلاه طبعا نقعاه ربع ساعه، ونزلته بقى في الشوربه الباقيه كده.
يعني الشوربة تبقى مغطية الرز بمقدار قيرتين كده عشان ما يتعجنش معايا. ولو احتجت الشوربة تاني، يعني لو لقيته لسه مستواش، هضيف بقى من الشوربة اللي عندي. خدت شوية كمان، لقيت الشوربة كتير، خدت شوية كمان. وللعلم انا تاني يوم عملت فيها رز بلدي في الشوربة دي، كان جميلة جدا. وهنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين كده. طبعا الرز بيبقى على نار عالية الاول، وبعد كده بهدي عليه واسيبه بقى يستوي براحته. وبنزله بيبقى الرز يعني معايا مش مهري قوي، بيبقى يعني ناقص سوا. ممكن تقولي ايه 5 دقايق او 10 دقايق بقى هو بيستوي على على البخار بتاع الحلة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والقاكم بخير ان شاء الله.